السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. موضوع جديد جه في بالي لما عملت الريل أو الشورت الخاص بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وقلت اللي هم سيدنا عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، وقلت إن الدعوة ما وقفتش عند إن سيدنا عمر بس اللي أسلم، الدعوة جه عوض أبو جهل في ابنه وابنه أسلم. في ناس ما عجبهاش الكلام وشافت إن أنا بخرف. انا شايف ان الناس اللي ما عجبهاش الكلام وشافت ان انا بخرف دي ناس ما تعرفش مين هو ابو جهل. ابو جهل اللي هو عمرو بن هشام ما كانش حد قليل، ده كان سيد قومه، وكان من حكماء العرب. العرب سموه ابو الحكم من كتر الحكمه اللي كانت عنده والذكاء اللي كان عنده. فعمرو بن هشام او ابو جهل ما كانش حد قليل، والا ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم خصه مع سيدنا عمر بالدعوه دي، لان لو كان هو اسلم كان هتبقى عزة ونصرة للإسلام من شخصيته الحكيمة. فأبو جهل ما كانش حد قليل، ما كانش الصورة اللي كانت مرسومة في الأفلام اللي هو الراجل المكشر الأسود الغبي اللي مش فاهم حاجة. أبو جهل من ذكائه وصل، هو اللي اقترح الاقتراح بتاع الهجرة، إن هم ياخدوا من كل قبيلة شاب ويروحوا يضربوا الرسول صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فما يعرفوش ياخدوا طاره، في حين إن الشيطان نفسه كان حاضر وما قدرش ان هو يتوصل للفكره دي، بل بالعكس انبهر بالفكره وقعد يصيح ويزعق ويقول هذا هو الراي، هذا هو الراي. فعمرو بن هشام ابو الحكم ما كانش حد قليل. طب ايه ابو جهل دي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ابو جهل عشان هو كان عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وان هو رسول من عند الله، ورغم كده ما كانش عايز يسلم. طب ليه ما كانش عايز يسلم؟ غيره غيره ازاي يعني؟ عيلة الرسول صلى الله عليه وسلم وعيلة أبو جهل الاتنين كانوا يعني تقدر تقول إيه، الند بالند. أما بيحصل في العيلة دي حاجة بتحصل في العيلة التانية نفس الحاجة، دول خرجوا في تجارة دول بيخرجوا في تجارة، دول جالهم مولود دول بيجي لهم مولود. فأبو جهل لما عيلة الرسول صلى الله عليه وسلم جه فيها نبي فغار، إزاي يجي فيهم نبي وإحنا ما عندناش نبي؟ لما يجي عندنا نبي أبقى أؤمن بمحمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه أبو جهل لأن اللي هو فكر فيه ده جهل. فاحذروا من الغيرة وبلاش نستقل بالناس، لان ان احنا نستقل بواحد زي ابو جهل يبقى احنا كده استقلينا بالدعوة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك، ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد.